السلام عليكم. اليوم عندنا اول قصه من صديق الصفحه. ما غاداش نقول لكم منين جاي، واخا نعرفوه راه جاي من كازا وصافي. بحال ديما كنحيي خويا الخراز جمال، ماشي سميتو الحقيقيه. كان خدام في ريستو معروف، كان خدام مزيان من العائله البعيده ديال الباترون ومرتاح في خدمته. حتى النهار دخلات سيرفوز جديده، بدا الباترون كيسمع ليها في كل شيء، ولا كيدير كل شيء كتقول ليه عليه. حتى من مراتو طلقها بسببها. الخدمه تقلبات، المراه اللي كانت كتنقي طردوها، وجمال ولا كيمسح الطواليطات، كينقي الدروج وكيتكرفص كل نهار، مع ان الخدمه ديالو اصلا كانت انه يشري السلعه ويوصلها. الجيرون اللي كان خدام 12 عام معاهم خرجوه، حيت هذيك السيده اللي كدير السيرفيس بغات تولي هي لا جيرونت. وجمال ولا كيدير كل شيء تحت الشمس تحت الشتا وبلا شكوى. الباترون كان باغي يخرج جمال، ولكن بلا ما يبان العيب. فزاد عليه الخدمه، بدل ليه التوقيت، خلاه يخدم مع 9 ديال الصباح ويكمل مع 12 ديال الليل. وبمجرد انه تعطل واحد نهار 5 دقائق ناض سبو قدام الناس وقال له صافي سير بحالك. دازت الايام وتلاقى جمال مع مرات الباترون، وقالت ليه باللي هذيك السيده ضحكت عليها حتى هي وحرشتها على رجلها، وخلات رجلها ولا يقارنها بها. وهاد السيده طلبت السماحه من جمال باش الدعاء ديالو ضد راجلها ما يوصلش لوليداتها. هاد المراه بحال بزاف ديال الامهات المغربيات، كتسامح، كتضحي، وما كتفكرش في راسها وكتفكر غير في ولادها. كتقول ما بغيتش ولادي يوصل لهم الشر بسبب الظلم ديال راجلي. اما جمال باقي ما سامحش وكيقول انا ما نسيتش، ولكن عارف بلي الظلم كيدمر. اليوم ريستو تسدات وولات خربه، وجنبو تراكمات وولات مزباله، وحتى الناس ما بقوش كيمشيو ليه. جمال اليوم كيقلب على خدمه، وكيتمنى غير يصادف شي سيد يقدر الخدمه ديالو ويعطيه قيمه، حيت هو ما بغى والو، بغى غير الاحترام. وما تنساوش، هو كان سلاحه حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل هي سلاح كل مظلوم. معكم وفاء من كلام نسا.